صباح الخير. سفاح التجمع كريم سعيد القاتل المتسلسل، القضية اللي هزت الرأي العام على مدار الأيام اللي فاتت منذ اكتشاف جرائمه. 3 قضايا قتل و3 جرائم بشعة ارتكبها سفاح التجمع، أو هكذا أطلق عليه. كريم سعيد ده شاب متزوج ومطلق، منفصل عن زوجته. للنهارده لبنى غانم طليقته كشفت تفاصيل جديدة وتفاصيل مثيرة في هذه القضية حول ما إذا كانت علاقته بها علاقة جيدة من عدمه. كشفت مفاجآت مثيرة ومفاجآت جديدة في هذه القضية التي هزت الرأي العام على مدار الأيام اللي فاتت. لبنى غانم طليقة سفاح التجمع قالت في مداخلة هاتفية ليها مع عمرو أديب الإعلامي الكبير إن هي كانت متزوجة من 10 سنين من السفاح المتهم المحبوس حاليا في بورسعيد على ذمة قضايا قتل ارتكبها. قالت إن هي علاقتها بيه منذ اليوم الأول، وهي علاقة غير طبيعية غير عادية. هي حاصلة على مؤهل جامعي، وإن هي بتعيش أو تحمل الجنسية المصرية البريطانية، وهو كان عايش مع والدته في أمريكا. وطبعا منذ اليوم الأول وهي عايشة معاه في جحيم، والعلاقة بينهم نتج عنها طفل زياد عمره 10 سنوات حاليا، لكن من 3 سنين ما شافتش ابنها، خطفه منها. وده بعد ما رفع عليها قضية زنا حصلت عليها بالبراءة. حصلت بعد كده على حكم بالبراءة، لكن في خلال هذه الأثناء أبعد عنها ابنها تماما. حاولت بكل الطرق وبكل الوسائل إن هي توصل لابنها تاخده في حضنها، لكن هو كان مسيطر عليه تماما. ووالدته كمان كانت بتنتهج نفس هذا النهج، هددها هي واختها. والكلام لطليقته في تصريحات قالتها وفجرت بها مفاجآت كتير النهارده. خطف ابنها وهددها بالقتل، وهدد اختها بالقتل، وهربت منه اكتر من مره بعد اتهامه ليها بالخيانه الزوجيه ورفع قضيه زنا عليه. لما الاعلامي عمرو اديب سالها عن ممارساته الساديه اللي اعترف بها في التحقيقات وتصوير الضحايا، هل ارتكب مثل هذه الافعال معاها؟ هي طبعا قالت ان هي ما تعرفش حاجه عن التصوير وعن قضايا القتل، لكن ما استبعدتش ان هو يعمل كده، لان هي قالت ان هي ما عاشتش معاه ولا يوم كويس، كان عنيف جدا، والامر تخطى معاه اكتر من الضرب. طبعا كريم سعيد سفاح التجمع، والدته امريكيه مصريه، وقالت طليقته ان هي بترتبط بعلاقات كبيره بره مصر، وان هي كانت بتخطط له وكانت عارفه ان هو بيرتكب مثل هذه الافعال، وان هي يعني توسطت ليه في حاجات كتير حصل عليها وشهادات خدها عن طريق علاقاتها الكبيرة بره. استنجدت واستغاثت وطلبت رجوع ابنها ليها، ونشدت جميع الجهات ان هي عايزة ابنها في حضنها علشان تربيه وعلشان ترجعه لطبيعته تاني، لان هي مش عارفة الابن خلال قعدته مع والده اللي هو المتهم سفاح التجمع ايه اللي حصل معاه، رباه على ايه وعوده على ايه. استغاثت وبكت واستنجدت بان ابنها يرجع لها حضنها تاني. طبعا لبنى غانم طليقة سفاح التجمع قالت ان هو مش بعيد، اللي عمله ده مش ما استغربتش ان هو يعمل كده، ومش بعيد عن صفاته وسماته وعن شخصيته معاها طول الفترة اللي فاتت وطول السنوات اللي فاتت. منذ 10 سنين اتجوزوا بعض فيهم، انفصلوا بعد كده. هدد اختها وهدد عيلتها، وهي سابت بورسعيد كلها وجابت اختها في القاهرة هنا علشان تهربها منه، لا يفتك بيها ويقتلها، وكان مصيرها هيبقى زي مصير الضحايا اللي ارتكب جرائم قتلهم. طبعا في التحقيقات كريم سعيد هو شاب حاصل على الجامعة الأمريكية، وكان يوتيوبر أو كان تيك توكر مشهور وليه 8 مليون متابع، وكان بيبث فيديوهات. يعني في كلام طلع على ان هو بيصور الضحايا بعد قتلهم وبعد اعطائهم عقاقير هلوسه ومخدره علشان خاطر يبث هذه الفيديوهات على الدارك ويب، النت او الويب المظلم المجرم اللي متهم ايضا في عدد كبير، وبدأ يظهر في جرائم كتير بترتكب في مصر بعد جريمة قتل طفل شبرا
الجريمة اللي كانت معروفة واللي المتهم فيها المحرض طفل من الكويت أو طفل مصري عايش في الكويت تم القبض عليه عن طريق الانتربول. وطبعا تم القبض على منفذ هذه الجريمة وهو كهربائي، وتم إحالتهم إلى المحاكمة جميعا بتهمة القتل والتقطيع الجثمان طفل صغير تم اختطافه وقتله لعرض هذا الفيديو المصور على الدارك ويب، النت المظلم والمجرم والمتهم في جرائم كتير من أجل جني أرباح وجني مشاهدات. نفوس شاذة، نفوس مريضة، نفوس سادية وأرواح شريرة تعيش بيننا ومعنا، ومجتمع خطير اسمه الدارك ويب. ربما يعني يكون سفاح التجمع صور جرايمه علشان خاطر يعرضها على الدارك ويب، ربما يكون هذا تصرف سادي وشاذ منه لحفظ هذه الفيديوهات والمقاطع المصورة على هاتفه المحمول. كل هذه التفاصيل يعني في التحقيقات كشفتها التحقيقات وتم إحالته إلى المحاكمة، وهو حاليا يعني العدالة ستأخذ مجراها معه بعد اعترافه الكامل بارتكاب جرائم القتل. أعزائي المشاهدين تابعونا علشان تعرفوا كل جديد. سلام عليكم.